لا شك أن الواجب على الدول الإسلامية أن ينصروا الحق ويساعدوا المسلمين في كل مكان، في لبنان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي أفغانستان وفي غير ذلك. لكن هل يستطيعون وهم على هذه الحال متفرقون؟ لا يستطيعون إلا باجتماع وصدق وتعاون. فهذا التفرق واختلاف العقيدة وعدم تحكيم الشريعة من أكثرهم هو البلاء العظيم الذي جعلهم يتفرقون. فلو صدقوا الله وتمسكوا بشريعته لنصرهم وأيدهم على عدوهم ولا هابهم عدوهم، ولكن المصيبة فساد العقائد، كثير منهم ليس عنده العقيدة الصحيحة المستقيمة الموافقة لشرع الله. نعم والله المستعان. نعم. الفتوى منظمة الفتح التي رأسها ياسر عرفات اتفقت مع اليهود على صلح معين، وكثر السائلون من أبناء فلسطين وغيرهم يسألون عن هذا الأمر، فقلنا لهم إنه لا مانع من الصلح إذا رأى المسؤولون في منظمة الفتح إذا رأوا أن هذا أصلح لهم وأسلم من قتل أولادهم وإيذائهم، سواء كان مؤقتا بسنوات محدودة أو مطلقا غير مؤقت، حتى يعطيهم الله القوة وحتى يستطيعوا أن يخلصوا بقية أرضهم. وبينا في الفتوى الأدلة في ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صالح بعض المشركين صلحا مؤقتا وصالح بعضهم صلحا مطلقا غير مؤقت، وصالح اليهود في المدينة صلحا مطلقا لما قدمها حتى يأمن المسلمون من شرهم. وأنزل الله في هذا المعنى قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم عند الكفار فاجنح لها، السلم الصلح، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، لأن الصلح قد يترتب عليه مصالح كثيرة، قد يسلم الكفار قد يهديهم الله. فاستنكر ذلك بعض الناس من مصر وغير مصر جهلا منهم قلة بسيطة، ورأوا أن بقى فلسطين يقتلون في فلسطين ويتشبثون مع اليهود بالحجارة وغير الحجارة، فتقتلهم اليهود ويسجنونهم، أن هذا أولى من الصلح. وهذا من الجهل، فإن صلحا يمكنهم أداء دينهم وفرائض دينهم ويكفهم من أذى اليهود وقتل اليهود وسجنهم خير لهم من الحالة التي عليها من حوالي 50 سنة وهم مع اليهود على هذه الحال، قتال وسجون طويلة بأسباب صبي يتعرض لليهود بحجر أو بقنبلة يرميها على سيارات الله أو غير ذلك. الحركة القائمة اليوم في الضفة هذه حركة ليست إسلامية شئتم أو أبيت، لأنهم لو أرادوا الخروج لعدوا له عدته. وين العدة؟ العالم الإسلامي كله بيتفرج، ودول بيتقتلوا وبيتذبحوا ذبح النعاج والأغنام، ثم نريد أن نبني أحكام كأنها صادرة من خليفة المسلمين ومن قائد الجيش الذي أمره هذا الخليفة، ونجي بقى لجماعة مثل جماعة حماس هذه نعطيهم الأحكام الإسلامية. ما ينبغي هذا، بارك الله فيكم. نحن نرى أن هؤلاء الشباب يجب أن يحتفظوا بدمائهم ليوم الساعة، مش الآن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت بتضم صوتك لصاحب الأستاذ هنا. حماس غير مدعم بعلم ولا مدعم بعقل ولا مدعم بعمل ولا مؤاخذة، لأنه نفاق لا يجوز في الإسلام. أنت بتقول كل الناس مستعدين، هذول الفساق الفجار هذول يمكن يخلفوا حجر عثرة في طريقك. أنت لو كان عندك استعداد فعلا أن تقاتل، مع مين عم نحكي هذيك الساعة وأنت موجود؟ القائد لازم موجه لي. وين الكبير؟ الكبير على راسك حاكمك، وين الكبير؟ انت في نفسك الا الان انت وانت وانت والى اخره ماشيين في حدود الشرع. الامير الكبير ما بيقول لك لا تصلي، ما بيقول لك لا تحافظ على الصلاه في اوقاتها، ما بيقول لك طالع مرتك متبرجه كالاوروبيات او الفرنجيات والى اخره. مع ذلك الشعب كله الان الا ما شاء الله وقليل ما هم خارجين عن الشريعه. وين عم تحكوا؟ انتم عايشين في احلام. تريدون النصر؟ النصر مشروط. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. ما بتنصروا الله، الله ما بينصركم. هذه حقيقة، لكنكم قوم تتجاهلون الحقائق. بتقول أنت هذا وما أدري شو بتقول. الشعب مستعد أن يفدي روحه وأمواله كلها. كلام فاضي هذا. هل يجوز أن يقتل يهوديا؟ يقتلوا وين؟ هنا ولا هناك؟ هناك. يا أخي أنتم ما عم تشوفوا أنه لا يقتل يهودي إلا ويقتل مقابله عديد من المسلمين؟ ما رأيتم هذا؟ القتلى من المسلمين أكثر ولا من اليهود؟ ومن المسلمين، لكن لابد يعني من الشغلات هاي حتى يعني نوقع في قلوبهم الرعب. لا مش لابد هكذا. إلى متى يعني؟ لابد مش هكذا. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. تصور هلا أنت
أنت إذا بقي الحال هكذا شو بتكون النتيجة؟ المسلمين عم يتفرجوا والفلسطينيين عم ينذبحوا، شو بتكون النتيجة؟ يقتل يهودي ويقتل مقابله 10 ويسجن الألوف، شو بتكون النتيجة؟ يكون انتصار على اليهود؟ مو هذا هو الطريق. الحقيقة أن المسلمين الآن أقوا طريق الجهاد. الجهاد يبدأ بجهاد النفس كما قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد هواه لله. لا أقول الحديث المشهور على ألسنة الناس: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هذا حديث ضعيف، لكن يغني عنه الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه لله. إذا هؤلاء المسلمون هم الذين سيحققون في رمي اليهود في البحر، أو على الأقل إخراجهم مما احتلوا من البلاد الإسلامية. لكني في نهاية هذه الكلمة ولعلها خاتمة هذا المجلس إن شاء الله أذكر بالسنة الإلهية الكونية، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك أنا أقول مع الأسف الشديد المسلمين اليوم على وضعهم الحاضر ليس هؤلاء الذين يخرجون اليهود، وإنما هو جيل لعله هذا الجيل الناشئ ألا يتحدث عنه بأنهم يعيشون الآن في صحوة، لكن أنا في اعتقادي أنها في أول الصحوة، لأنها صحوة فكرية علمية لما تقترن بعد معها صحوة تربوية أخلاقية. هؤلاء يمكن بعد زمن إن شاء الله لعله لا يكون طويلا هم الذين سيضطرون اليهود إلى أن يخرجوا من بلاد المسلمين وأن يطاح بهم بعيدا وبعيدا جدا عن بلاد الإسلام. إذا علينا أن نذكر بهذه الآية الكريمة أنفسنا وغيرنا من إخواننا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أنا مستبشر خيرا وعسى أن يكون قريبا. مصيبة العالم الإسلامي اليوم مصيبة أخطر، وقد يستنكر بعضكم هذا الذي أقوله. مصيبة العالم الإسلامي اليوم أخطر من احتلال اليهود لفلسطين. مصيبة العالم الإسلامي اليوم أنهم ضلوا سواء السبيل، أنهم ما عرفوا الإسلام الذي به تتحقق سعادة الدنيا والآخرة معا. وإذا عاش المسلمون في بعض الظروف أذلاء مضطهدين من الكفار والمشركين وقتلوا وصلبوا ثم ماتوا، فلا شك أنهم ماتوا سعداء ولو عاشوا في الدنيا أذلاء مضطهدين. أما من عاش عزيزا في الدنيا وهو بعيد عن فهم الإسلام كما أراد الله عز وجل ورسوله فهو سيموت شقيا وإن عاش سعيدا. أقول: نعم، لن يتنازل اليهود عن القدس إلا بالقوة، ولا قوة إلا بنصر من الله عز وجل، ولا نصر من عند الله إلا بنصر دينه. هكذا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن نصر الله عز وجل لا يكون إلا بعبادته والتمسك بشريعته ظاهرا وباطنا، والاستعانة به وإعداد ما أمر به من القوة المادية والمعنوية بكل ما نستطيع، ثم القتال من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. وأقول أنا في ظني والعلم عند الله: لا يمكن أن تسترد الشام وأخص بذلك فلسطين إلا بما استردت به في صدر هذه الأمة، بقيادة كقيادة من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برجال كجنود عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا يقاتلون إلا لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا حصل هذا للمسلمين فإنهم سيقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي تحت الشجرة فتنادي الشجرة: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي تحتي فقط. أما ما دام الناس ينظرون إلى هذه العداوة بيننا وبين اليهود على أنها عصبية قومية فلن نفلح أبدا، لأن الله لن ينصر إلا من ينصره، كما قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنحن إذا رأينا صدر هذه الأمة لماذا انتصرت هذه الأمة وعلى أي أساس؟ على التوحيد، الإخلاص لله، الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، البعد عن سفاسف الأمور، عن الأخلاق الرديئة، عن الفحشاء والمنكر، عن تقليد الأعداء.
فعلينا أيها الإخوة أن نرجع لنقرأ ونتأمل فيما سبق في صدر هذه الأمة حتى نأخذ بما كانوا عليه، وحينئذ يكتب لنا النصر. نرى أن العمليات الانتحارية التي يتيقن الإنسان أنه يموت فيها حرام، بل هي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم، ولم يستثني شيئا بل هو عام. ولأن الجهاد في سبيل الله المقصود بحماية الإسلام والمسلمين، وهذا المنتحر يدمر نفسه ويفقد بانتحاره عضو من أعضاء المسلمين، ثم إنه يتضمن ضررا على الآخرين، لأن العدو لن يقتصر على قتل واحد بل يقتل به أمما إذا أمكن، ولأنه يحصل من التضييق على المسلمين بسبب هذا الانتحار الجزئي الذي قد يقتل 10 أو 20 أو 30 يحصل ضرر عظيم، كما هو الواقع الآن بالنسبة للفلسطينيين مع اليهود. وقول من يقول إن هذا جائز ليس مبنيا على أصل، إنما هو مبني على رأي فاسد، لأن النتيجة السيئة أضعاف ما يحصل بهذا. ولا حجة لهم في قصة البراء بن مالك رضي الله عنه في غزوة اليمامة، حيث أمر أصحابه أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب، فإن قصة البراء ما فيها هلاك 100%، ولهذا نجا وفتح الباب ودخل الناس، فليس فيها حجة. الجهاد كما عرفتم وسمعتم أنه لا يكون إلا بتنفيذ إمام المسلمين. إذا جند الجنود للجهاد في سبيل الله فهذا هو الجهاد. أما الفوضى وكل يحمل السلاح ويكون الناس فرق فهذا يحدث شرا وقد جرب ولم ينتج شيئا إلا التناحر والقتال، وفي النهاية تكون النتيجة صفر، لأن كل طائفة تريد أن تأخذ الحكم هي تتغلب على الأخرى، فيحصل القتال بينهم، يتركون قتال العدو ويتقاتلون بينهم، وهذا شيء حصل وأنتم تعلمون. لا بد أن الجهاد يكون بتنظيم من ولي أمر المسلمين ويتولاه وينظمه، إذا لم يكن كذلك ليس جهادا وإنما هو فتنة. نعم. نحن نحب الجهاد ونرغب فيه، لكن هذا ليس بجهاد. قلنا إن هذا ليس بجهاد، هذا تخريب، قتل للنفوس بغير حق، هذا جهاد، حتى نفسه يقتلها بغير حق، هذا جهاد. الجهاد له أحكام، له شروط، له ضوابط، يتولاه ولي أمر المسلمين ويدعو إليه. حتى بنو إسرائيل قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ما راحوا يقاتلونهم، كل واحد أخذ السلاح، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني قائد. طلبوه من نبي لهم، من ولي الأمر. الجهاد مرجعه وهذا من الأحكام السلطانية، مرجعه لولي الأمر، هو الذي يأمر به وهو الذي يتولاه وهو الذي يجند الجنود وهو الذي يعد الأسلحة. وترهبون عدو الله، ما قال ترهبون المسلمين أو ترهبون المعاهدين، قال ترهبون عدو الله وعدوكم. نعم. حركة حماس ما تكون نصرا للإسلام، لأنها من كل حق، فيها الشيعي وفيها الإخواني الحزبي، فهي من كل حق. فالمهم الذي ينصر دين الله هم المسلمون المستقيمون على الكتاب والسنة. أما جماعة حماس فهي جماعة حزبية لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر وتنكر على أهل السنة ومن كل حد. ولو حصل له نصر لفعلوا كما فعل في أفغانستان، يوجه بعضهم بعض المدفعية والرشاش، والله المستعان، لأنهم ليسوا على قلب واحد. نعم. فرق شاسع بين المثل بين التشبيه والمشبه به. هذا عندهم قوة إيمان وقوة يقين وإخلاص لله عز وجل وصدق، وقد جاهدوا نفوسهم قبل أن يجاهدوا أعداءهم. أما في هذا الزمان فالحال معروفة، يعني مجاهدة النفس غير موجودة عند كثير من، ليست حاصلة عند كثير من هؤلاء، أو عندهم إلا من شاء الله عز وجل. فيقول هذا قياس مع الفارق، هذا أقول القياس يعني من أبعد ما يكون في القياس، فلا شبه ولا تقارب. قبل ذلك يعني كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يهابهم أعداءهم مع كثرته، يعني من جاهد نفسه يستطيع أن يجاهد غيره، وأما من لم يستطع مجاهدة نفسه فلا يعني فغيره يعني في الغالب أن في سلامة منه.